السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير السبحة في المنام زي ما طلبت مني من إحدى المتابعين. بوجه عام في الأول زي ما متعودين إن احنا نتكلم عن أي رمز بوجه عام، بعد كده بندي ليه كذا دلالة. ولكن السبحة في المنام من الرموز المستحبة والمحمودة في المنام، لأنها ليها كذا معنى محمود في الرؤية. أول معنى معانا للرمز السبحة في المنام بتدل على صلتك بربك، يعني قراءة القرآن والذكر والصلاة. السبحة في المنام بتعني الوصول بالشيء، فلو السبحة بتاعتك مقطوعة في المنام فده طبعا تفسيرها مش مستحب، لأن بيدل إن أنت ممكن تكون بتفوت صلاة من عليك أو بتترك صلاة أو مش بتذكر ربنا كتير، وخاصة لو لقيت إن السبحة بتاعتك صغيرة جدا في المنام. يعني ده معناها ممكن تكون بتذكر ربنا ولكن قليل جدا لما بتفتكر إن أنت تسبح. فدي معناها الصلة والعبادات، صلتك بربك والعبادات. وفقدان السبحة في المنام من الرؤى غير المستحبة، لأن بيدل على الذنوب والمعاصي، وإنك في طريق بعيد جدا عن صلتك بربك، أو أنت بعيد جدا عن التزامك في العبادات. والله أعلى وأعلم. هنذكر رؤيتين للسبحة جات لي قبل كده. أول رؤية بتقولي أنا حلمت إن السبحة بتاعتي هي ضاعت مني في الحقيقة، ولكن السبحة لقيتها إن هي محطاها في بقها، فقلت لها انتي كنت بتسبحي ربنا كتير عليها جدا. قالت لي ايوه. قلت لها هو بس من الفقد ان هي فقدت السبحة بتاعتها، ولكن انتي لسانك يعني باختلاف السبح انتي لسه لسانك معطر بذكر الله. فسبحان الله، وجود السبحة في الفم يعني ان لسانها لا يخلو من ذكر الله. والله اعلى واعلم. في رؤية تانية جاتلي لبنت عزباء بتقولي أنا حلمت كنت لسه في بداية الصلاة على النبي، وكنت بسبح بسبحة صغيرة عندي وكان لونها أبيض، فحلمت إن أنا وأنا بسبح نمت، فرأيت إن شخص في المنام جاء ولابس لبس أبيض أو جلابية بيضاء، وجاء من وراءها وهي نايمة شد السبحة الصغيرة وأعطاها السبحة الكبيرة، ولكن السبحة الكبيرة دي برضو بالفعل عندها، وهي كانت بتصلي على النبي على السبحة الصغيرة في الحقيقة. فطبعا ده كان تفسيرها، بقول لها اكثري من الصلاة على النبي، لان معنى انه ياخد السبحة الصغيرة في المنام ويعطيها السبحة الكبيرة، فده معناها ان هي لازم تكثر من الصلاة على النبي، بالرغم ان هو ما تحدثش خالص في الرؤية، ولكن هي رموز بنعرف بيها. فمن ساعتها هي غيرت وبدلت السبحة للسبحة الكبيرة. فسبحان الله، والله أعلى وأعلم. طيب نيجي بقى نتكلم بالتفصيل عن السبحة، ونتكلم كمان عن ألوانها برضو زي ما طلب مني بالتفصيل. أولا السبحة في المنام للعزباء بتدل على زي ما احنا ما قلنا علاقتها بربنا، ده أهم شيء، والعبادات. تاني حاجة بتدل لو هي مخطوبة ولقت السبحة بتاعتها اتقطعت، فده معناه فسخ خطوبة. ولكن لو السبحة بتاعتها لقيت حبلها متين وهي بتسبح عليها، يبقى ده بشرى بالخير والاستقرار مع خطيبها. لكن لو هي مش مخطوبة وشافت ان السبحة دي حد بيديها سبحة جديدة، فده بيبقى معناه الزواج من رجل متدين وصالح واخلاقه حسنة. والله اعلى واعلم. نيجي بقى للمتزوجة وتفسير السبحة ليها في المنام. السبحة للمتزوجة بتكون طول ما السبحة جيدة وبشكل جميل قصادها، أو ألوانها حلوة وجميلة في المنام، وحبل السبحة متين، فده معناها علاقتها بزوجها. فده طبعا تاني حاجة، يعني لأن أول حاجة بتيجي في مبدأ العبادة، لكن هو على حسب صياغة المنام احنا بيتم التفسير. تاني دلالة يعني زي ما بنقول المتزوجة، فهنا بتدل على علاقتها بزوجها، فلو كانت السبحة دايما معاها ومحتفظة بيها، أو شايفة نفسها على طول بتسبح بيها في المنام، أو مسكاها أو مهتمية بيها أو بتحافظ عليها على حسب رؤيتها في المنام، فده معناها اهتمامها بزوجها وكلامها الجميل مثلا معه، أو أخلاقها معه. والله أعلى وأعلم. طبعا المتزوجة المنام ما بيكونش محمود لو شافت ان السبحة
بتضيع منها أو بتسقط منها ومش عارفة تجيبها، أو بتسقط منها في تراب، أو بتسقط منها في طينة. فكل ده بيدل على المشاكل والخلافات، وطبعا دي بتبقى رؤية غير محمودة، أو فقدان السبحة برضو عموما برضو من الرؤية الغير محمودة للمتزوجة. والله أعلى وأعلم. نيجي بقى السبحة في المنام للمرأة الحامل أو التي تنتظر حمل. عموما السبحة لمن تنتظر الإنجاب بتكون بشرى ليها إن هي سوف تنجب أنثى، لأن السبحة في المنام بتعني أنثى. طيب لو واحدة حلمت إن هي في الحبات السبحة كتير قدامها أو بتاخدهم في إيديها، فده معناها الذرية الصالحة ليها. والله أعلى وأعلم. نيجي بقى للرجل في المنام، فالسبحة طبعا بتكون محمودة ليه لو الحبل بتاعها ما اتقطعش، ما فقدهاش في المنام، ما ضاعتش منه، فكل دي بتبقى رؤى محمودة ليه. وطبعا بتدل على البنات للرجل لمن ينتظر خلفة أو ذرية صالحة. والله أعلى وأعلم. وطبعا السبحة في المنام للرجل بتدل على الزوجة الصالحة، خاصة لو هو كان معجب بسبحة قوي أو حد أعطى له سبحة وهو يتقدم لبنت، فده دليل أو بشرى له إن هو سوف يحصل على امرأة أو زوجة صالحة. والله أعلى وأعلم. وإذا رأيت في المنام أنك تقوم بجمع حبات السبح الكبيرة وبتضعها في حبل حتى أصبحت سبحة كبيرة بها عدد من الحبات الكثيرة، فده بيدل على الغنى والثراء وعلى جمع المال، وخاصة إذا كنت أنت في الحقيقة مقدم على مشروع أو في بداية مشروع جديد. والله أعلى وأعلم. وإذا رأى شخص في المنام إنه يقوم بقطع السبحة لديه، ففي دلالة من الدلالات بتدل على إنه قاطع لصلة رحم أو في خصام بينه وبين شخص قريب منه أو أشخاص قريبة منه، أو قطع علاقات كثيرة حوله. والله أعلى وأعلم. نيجي بقى لألوان السبح في المنام. ألوان السبح كلها محمودة في المنام، لأنها في النهاية بتدل على زي الخضرة بتدل على العبادات، أو السوداء بتدل على المكانة العالية. وجميع الألوان مستحبة في المنام ما عدا إنك تشوف السبحة لونها ذهبي، فده يعني أشار العلماء أو قيل فيها إن هي بتدل على الرياء أو النفاق، بعكس لو شفت السبحة من الفضة، فدي طبعا بتدل على استقرار معيشي وبتدل على السعادة في الحياة. والله أعلى وأعلم. وبكده نكون خلصنا تفسير رمز السبحة في المنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.